عندك كم جيجا كورسات اونلاين في اللابتوب حملتها وقلت حتقراها بعدين، ولحد اللحظه ما فتحت اي فيديو فيه. احنا الجيل اللي اتصاب بمرض اسمه متلازمه التخزين الرقمي، وهو عباره عن انك بتدمن تجميع الكورسات والملفات عشان تحس انك بتطور في نفسك. بس كل ده وهم وانجاز مزيف. عقلك بيفرز هرمون السعاده او الدوبامين بمجرد ما تدوس على زر الداونلود تحت الكورس، فبتحس بمتعه التعلم من غير ما تبذل مجهود حقيقي في المذاكره. انت بتحس انك عملت اللي عليك وانت في الحقيقه ما اتحركت ولا سنتي اصلا. كميه المهام دي بتعمل لك تشتت وشلل ذهني، يخليك تنخلع من كميه الحاجات دي وما تبدا اصلا. الراجل اللي شاف فيديو مدته 10 دقائق بس في يوتيوب وقفل الفيديو وطبق اللي اتعلمه عمليا بيده صابغ 100 مره اللي انت لسه بتحمل في كورسات ال 50 ساعه وقاعد بتعاين ليها. المعرفه اللي ما بتم تطبيقها فورا لمجرد ترفيه فكري ما عنده اي قيمه في سوق العمل. الروشته بتاعت الليله بتقول خش اسي امسح كل الكورسات اللي انت منزلها وخلي كورس واحد بس وما تنزل غيره غير لما تخلصه وتطبق عليه. وما تنسى كلمه تحت في الكومنتات عندك كم كورس قاعد في اللابتوب او في التليفون ولسه ما فتحته. لحد هنا الحلقه بتكون انتهت. كنت معكم محمد قسم الله هنا قسم شو. سلام.